الكنترولرز دي النوع بتاعها شيب، يعني احنا لو عملنا هايد للشيب هتختفي. بنقدر ان احنا نعمل بدل مثلا واحنا شغالين غصب عننا بنلاقي مثلا ان احنا ممكن نمسك المش بتاع الكاركتر. هنا مثلا ريجر عامل هايد للمش، عامل فريز للمش، انا اسف، عامل فريز للمش، فانا ما اقدرش امسكه. في بعض الريجرز ما بيعملوش فريز للمش، فبضطر ان انا اعمل سيلكت من هنا للشيبس وابتدي احرك الشيب زي ما انا عايز واستخدمها زي ما انا عايز. لو حبيت ان انا امسك اي حاجه تانية مش هعرف امسك غير شيب بس، الشيب بس هو اللي هيتمسك لان انا عامل سيلكت عليه. ودي برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تلخبط الانيميتور، ان هو ما يبقاش عارف يمسك الاوبجكت وعمال يقول يا رب ايه المشكله، ليه مش عارف امسكه، وهو مش واخد باله ان هو معلم هنا على الشيبس. فطبعا لو بننسى او كده ناخد بالنا ان احنا ايه معلمين على الاول. وطبعا الريجر الشاطر بيبقى عامل الفيتشر زي ما انتم شايفين كده، ان هو عامل كل حاجه فريز وعامل بس الايه الكاركتر بتاعه، هو الكنترولرز بتاعته هي اللي متاحه. بنحرك الكاركتر من الكنترولرز ديت. طبعا البونز بيبقى فيه فيتشرز جامده جدا، والفيتشرز دي بتساعدنا ان احنا نطلع كواليتي عاليه جدا، كواليتي حلوه. عندنا برضو التارجت بتاع العين نقدر نحرك، لا ده الجسم، تارجت العين اهو، ده الجسم برضو كله. الفيشيال اعتقد ان هي معمول لها هايد. برضو بالمناسبه بنتكلم على الانيميشن لاير، هنلاقي هنا اللايرز بتاعتنا بقت كتير. لو بصيتوا عليها هتلاقوا في حاجات كتير قوي في اللايرز. ممكن مثلا نبص بقى على الريج مع اختلاف الناس، هنلاقي مثلا كلمه شيكو، ده الكاركتر ده اسمه شيكو متسمي بنفس اساميه. لو عملنا له هايد، هنعمل هايد لكل حاجه، كل حاجه خاصه بشيكو، هتلاقوا شيكو كله اختفى. اتمنى يكون واضح بالنسبه لكم، ونتقابل على خير ان شاء الله في المرحله اللي جايه باذن الله.